ها احنا وصلنا للحظة التاريخية، نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المغرب قدام الأرجنتين، مواجهة ديال التاريخ، مواجهة ديال المجد، الماتش اللي كيتسنى فيه الملايين المغاربة وعيون العالم كامل غادي تكون مركزة على سانتياغو في الشيلي. المنتخب المغربي وصل لهذه المرحلة بعد مسار طويل وبطولي، واليوم كيبغي يدير المستحيل باش يكتب اسمه من ذهب. مرحبا بكم في صحافة المقهى، ما تنساش دير جيم والاشتراك وقولوا لنا النتيجة ديال غدا في لي كومونتير. يلا نبداو. السلام عليكم. المنتخب المغربي دار مشوار استثنائي في هذه البطولة، بدا من المجموعات بقوة وبين العالم ان الكرة المغربية عندها جيل جديد ديال المواهب اللي غادي تمشي بعيد في هذه البطولة وغادي تجيب لنا غدا الكاس ان شاء الله. ربح مباريات صعيبة، تأهل من الربع ومن النصف النهائي قدام منتخبات كبار، وكان اخرها المنتخب الفرنسي، والان واقف في باب المجد، في باب الكاس اللي ان شاء الله غادي نفوزوا به. اما الارجنتين فبلا شك خصم قوي، عندها تاريخ كبير مع البطولة، ولكن هاد المرة هيهات هيهات غادي تلقى قدامها اسود الاطلس، الشباب، الاطفال الصغار اللي ما كيتجاوزش العمر ديالهم 20 سنة، لكن اشداء ورجال في الملاعب. شباب اللي عطاو كل شيء للقميص، هما غاديش يخليو الفرصة تضيع في النهائي وغادي يجيبوا لينا الكاس. يلا يا شباب فرجونا وجيبوا لينا الكاس. تحياتي. كل العيون غدا غادي تكون على نجوم المنتخب المغربي، الحارس اللي كان سد منيع طوال البطولة، والدفاع اللي صمد قدام أقوى الهجومات، والهجوم اللي كيضرب بقوة. وفي نفس الوقت الأرجنتين عندها لاعبين مهاريين وخطيرين اللي خصنا نحضيو معاهم بزاف، ولكن الروح القتالية ديال ولادنا كتعطيهم الأفضلية في الميدان. هاد الماتش ماشي غير تقني، ماتش فيه القلب، فيه الروح الوطنية، رسالة للمغاربة. هذه اللحظة كل مغربي يفتخر بها، ماشي غير بالنتيجة ولكن بالروح وبالرجولة اللي شفناها في المنتخب. اليوم خاصنا نكونوا كاملين وراء الفريق، بالتشجيع، بالدعاء وبالطاقة الإيجابية. غادي نواجهوا منتخب كبير، ولكن المغرب عمرها خافت من التحدي. كيف ما قال المرابط اللي جاب بسم الله، نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة، المغرب ضد الأرجنتين يوم 19 أكتوبر 2025 بسانتياغو الشيلي. الملحمة غادي تبدا وغادي نكتبوا التاريخ ديما مغرب.